السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرق بين do و make. do لما تكون في وسط الجملة كفعل مش سؤال بمعنى يفعل بيكون لها 3 استخدامات. الاستخدام الأول التحدث عن عمل أو وظيفة أو مهمة. I do my homework. homework اللي هو الواجب ده مهمة. She is doing the housework. العمل المنزلي housework ده مهمة، عشان كده استخدمنا معاها do وقلنا she is doing the housework. Can you do this job؟ هل تستطيع عمل هذه الوظيفة استخدمنا معاها do. Can you do this job؟ كده الاستخدام الأول خلص. الاستخدام الثاني التحدث عن نشاط دون تحديده. مثال عشان يتضح الكلام: Hurry up, I have something to do. Hurry up أسرع. I have something to do لدي شيء أريد أن أفعله. ما هو الشيء؟ ما حددتش، سبته مبهم، عشان كده استخدمت do. Don't just stand there, do something. لا تقف هكذا. Don't just stand there, do something. افعل شيء، أو أيوة يعني افعل إيه أو اللي أعمل إيه، برضو ما حددتش. الاستخدام الثالث عند وضوح المعنى بشكل مؤكد، بنستبدل الفعل الرئيسي للجملة ونحط مكانه do. مثلا تخيل واحدة بتقول واقفة قدام المراية وبتقول I need to do my hair. طيب يعني هي ترجمتها أنا أريد أن أعمل شعري. يعني إيه أعمل شعري؟ ما أكيد يعني مش هتغسل شعرها قدام المراية، وأكيد مش هتصبغه قدام المراية، إنما شلنا الفعل الرئيسي اللي هو brush وحطينا do لوضوح المعنى. فبدل ما أقول I need to brush my hair قلت I need to do my hair. مثال آخر، نفس الست دي واقفة في المطبخ قدام الحوض، فبسألها بتعملي ايه؟ قالت I'm doing the dishes. I am doing the dishes. أنا بعمل الأطباق. بتعمل يعني في الأطباق في الحوض؟ بتكسرهم يعني مثلا؟ أكيد بتغسلهم. فشالت الفعل اللي هو يبقى I'm doing the dishes، شلنا الفعل الرئيسي بتاع الجملة اللي هو wash وقلنا بدله do. بدل ما أقول I'm washing the dishes، بالمناسبة أنا قلت I'm washing ما قلتش I'm washing، لأن الجي في الآخر ما بتتنطقش. I'm washing the dishes وأنت بتقرأ بسرعة I'm washing the dishes، وحطيت مكان الفعل الرئيسي do فبقت I'm doing the dishes. I'm doing the dishes. تمام كده استخدامات do خلصت. make لها 4 استخدامات. الاستخدام الأول إنتاج شيء أو بيان كيف يتم إنتاجه. مثلا This ring is made of gold. الخاتم مصنوع من الذهب. طب الاستخدام مع الإنتاج Onions make your eyes water. البصل يجعل عيناك تدمع. طيب فيعني ايه الانتاج هنا؟ تدمع ديت النتيجة اللي ترتبت، لان معنى الانتاج هنا المقصود به فعل بيترتب عليه نتيجة. Onions make your eyes water. البصل بيخلي عينك تدمع. البصل يجعل عيناك تدمع. فالبصل يعني تقطيعك للبصل نتج عنه ان عينك دمعت. You make me happy. انت تجعلني سعيدا. You make me happy برضو ده فعل اللي هو انت عملت حاجة خلتني اضحك عليها. You make me happy ده فعل ترتب عليه نتيجة. الاستخدام الثاني عمل القرارات او الترتيبات المستقبلية. She is making plans for the weekend. She is making plans. هي يعني بتعمل خطط لعطلة نهاية الأسبوع. You need to make a decision right now. عليك صنع قرار الآن. فده عمل القرارات أو الترتيبات المستقبلية. الاستخدام الثالث لميك مع الأصوات أو الحديث بشكل عام. يعني إيه؟ مثلا He made a good comment. He made a good comment. made الماضي بتاع make.
هي عملت تعليق أو صنعت تعليق جيد. التعليق ده من الحديث. don't make noise، لا تصدر ضوضاء. النويز الضوضاء ده صوت، عشان كده استخدمنا make. can I make a call؟ هل يمكنني عمل أو يعني هل ممكن أعمل اتصال؟ الاتصال ده صوت، فعشان كده استخدمت make وقلت can I make a call. الاستخدام الرابع مع المأكولات والمشروبات. مثلا يعني بتعمل كيكة هتقول make، هتعمل أي مشروب شاي قهوة أي مشروب هتستخدم make. I made a cake، أنا عملت كعكة. she made a cup of tea، هي صنعت فنجان أو كوب من الشاي. فنختصر الكلام. do بتستخدم في العمل والوظائف والمهمات. do the housework، do the homework. do بتستخدم مع الأشياء الغير محددة. do something، أنا بقولك يعمل شيء ومحددتش تعمل ايه بالظبط. 3 do تحل محل الفعل عند وضوحه. do your hair، do the dishes. make أول حاجة إنتاج شيء أو بيان كيف يتم إنتاجه. the ring is made of gold. onions make your eyes water. الخطط والقرارات. make a plan، make a decision. التحدث والأصوات. make a noise، make a comment. بس السلام عليكم ورحمة الله.